السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين البسبوسة القمر دي؟ تعالى اقولك انا عملتها ازاي تطلع معاكي من اول مرة ناجحة باذن الله. تعالى اقولك انا بقى المقادير بتاعتها: نص كيلو دقيق من السمين. انا هنا بستخدم الدقيق السايب، ما بفضلش الدقيق الاكياس. كوباية زبادي بلدي، او تستبدليها بالعلبة بتاعت الشركات عادي، مفيش مشكلة. معلقة من البيكنج باودر ممسوحة صغيرة، كوباية الا ربع من السمنة، نص كوباية من السكر، معلقتين من الدقيق. هي دي المكونات بتاعتي. هبدأ اجيب بولة وانزل بالسمنة بتاعتي وعليها كوباية من الزبادي، والزبادي ممكن تستبدليه بلبن. نزلت بكوباية من الزبادي بالشكل ده كده، وهبدأ ان انا انزل بالسكر. هبدأ بقى اجيب المضرب بتاعي، اذا كان سلك او كهربا، تضربيهم كويس اوي مع بعض عشان يتجانسوا كلهم مع بعض كده، والسكر يدوب شوية مع السمنة والزبادي. هبدأ ان انا اضربهم كويس اوي بالشكل دوت، يعني اضربيهم عشان ايه؟ يختلطوا. لو عندك المضرب الكهربا ممكن تضربيهم بيه، هيطلع افضل وافضل. اما الفوم الابيض اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ ان انا انزل بالدقيق السميد بتاعي، ومعلقتين من الدقيق، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هبدأ بقى ان انا ايه؟ اجيب كوباية من المية، او تستبدليها باللبن، تخليها تركنيها كده على جنب لحد ما تخلطي الايه، تشربي البسبوسة من الخليط اللي احنا عملناه. هنحتاج كوباية المية ديت شوية كده. دي البسبوسة ما بيتعجنش، بيتلم، يعني انتي بتلمي الدقيق بالسمنة والسكر والزبادي. بصوا هي كده مفرولة كده، لسه ما يعني، هي كده لسه ما نجحتش معايا، اللي هي ما ظبطتش. هبدأ بقى اجيب كوباية المية اللي كنت قايله لكم عليها، وتبدأي تنزلي بحبة حبة، يعني ما تنزليش بكله. هقولك برضو خدت مني قد ايه في الاخر خالص. هنزل برضو بحبة كمان، يعني شوية صغيرين بشوية صغيرين، ما كتريش عشان الدقيق ما يسيلش منك. كده خلاص بقت القوام بتاعها مظبوط. بصوا بمسكها كده بلاقيها مسكت في بعضها ولمت معايا. اجيب صينية وفيها معلقتين من الزيت، هي خدت ربع كوباية من المية. صينية فيها زيت او سمنة، وهبدأ ان انا انزل بالخليط بتاعي اللي انا عملته بدقيق البسبوسة. هبدأ ان انا افردها كويس جدا، وما تيجي تفرديها تبدأي ان انت تفرديها من جوه لبره، يعني ما تفردهاش من على الحروف وتسيبيها عالية من النص، لا، تبدأي تفردي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، من جوه لبره، من جوه لبره كده، تبدأ مظبوطة معاكي وتطلع شكلها حلو. اكون انا مسخنة الفرن من قبلها، وابدأ ان انا ادخلها عقبال ما تستوي معايا. ابدأ ان انا اعمل الايه؟ الشربات بتاع نص كيلو بسبوسة يطلع معاكي مظبوط كوبايتين ونص سكر على كوبايتين ونص مية. كده صينية البسبوسة تطلع معاكي كويسة ومش محتاجة اي حاجة تاني. حطيت نص كوبايتين ونص من السكر، وعليهم كوبايتين ونص من المية، وهبدأ ان انا ارفعهم على النار. بعد ما غليوا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، هنزل باربع نقط من الفانيليا، او لو مش موجود فانيليا سايلة، كيس من الفانيليا اللي هو البودر. البسبوسة بتاعتي كانت طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، يعني الاضاءة ظلمها كمان سخنة والشربات سخن. البسبوسة بتبقى سخنة والشربات سخن خفيف. بصوا عملت ازاي، طشت ازاي، بسم الله ما شاء الله. طالما شربت وعملت الطشة دي تبقى ايه؟ ناجحة معاكي. والبسبوسة الله اكبر هتطلع معاكي حكاية. سقيتها بالشربات كله، واسيبها ان هي تبرد، واقطعها واطلعها لكم في اضاءة واوريكم شكلها عاملة ازاي. بصوا جمالها، جميلة جدا وريحتها تحفة. ولو عندك سمنة بلدي ممكن تحطي حتتين كده معلقتين في الشربات، تبقى معاكي حكاية. بصوا بعد ما شربت الشربات تحفة وبدأت ان هي تبرد، تعالى بقى نقدمها مع بعض. قدمتها بقى، بصوا شكلها يا جماعة دي، والله بعد ما طلعت في الإضاءة شوية جميلة. متنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة.